حبايبنا طلاب تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحل مع بعض كتاب معاصر بيج 37 قبل أي حاجة، لو ما عملتش اشتراك في القناة اعمل اشتراك في القناة أو اعمل لايك، اعمل كومنت براحتك. ولو عندك أي تعليقات اللي أنا مثلا أترجم، اللي أنا أحل، اللي أنا أعمل كذا، اكتب لي أنا بقرأ كل التعليقات. لو عندك أي مشكلة ابعت لي على الواتساب، أنا معاك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البيلدينج، المبنى الفور كيبنج اللي احنا بنعين فيه أو بنطعم فيه الهورسز، يبقى بنحط فيه الأحصنة، فده احنا بنسميه الاسطبل بتاع الأحصنة. فالاسطبل اللي هو stable، يبقى أول جملة معانا هتبقى stable. خلاص. طيب كيف يعني إيه؟ يعني كهف ما تنفعش. هات اللي هو الكوخ، الفلات اللي هي الشقة. نمبر 2 بتقول لك اللاند، الأرض اللي بتكون بلو، أسفل اريا، يعني منطقة بتنزل تحت. خلاص. بنسميها احنا منخفض اللي هو depression. انما فورست اللي هي غابه، ماونتين اللي هو جبل، تاور اللي هو البرج. الجمله اللي بعدها بتقول لك a group of animals، مجموعه من الحيوانات او البينتس، ماشي، of the same kind، من نفس النوع. خلاص، يبقى دي فصائل الحيوانات اللي اسمها species. انما دي معناها الفضاء، سبيس او سبيس يعني مسافه، اوكي. وفيس يعني وجه او يواجه، وكيس اللي هي احنا بنسميها مقلمه، ماشي، او حاله. طيب قال لك الجملة اللي بعدها when something، لما حاجة is kept safe from being damaged. يعني ايه؟ يعني بتبقى محفوظة من الدمج، من اللي هو من التدمير، او من انها تتبهدل يعني. فاحنا بنسميها ايه؟ ان هي محفوظة. محفوظة يعني ايه؟ محفوظ يعني preserved. اوكي. اللي بعدها بتقول لك الانتونيم، عكس حاجة اسمها ريموت. عكس حاجة اسمها ريموت هتبقى close، يعني قريب. عكس بعيد قريب. ودي معناها بعيد برضه، دي معناها واضح، دي معناها غريب strange. اللي بعدها انا عايز الاوبوزيت، عكس حاجه، المضاد بتاع popular، شائع او منتشر. او عايز احط لها بريفكس، يعني عايز حاجه تبقى حاط لها في الاول. فالاجابه عندي هنا هتبقى unpopular. اللي بعدها الانتونيم، اللي هو العكس بتاع حاجه اسمها هارد. خد بالك هارد ما لها كذا معنى، لها خشن ولها صعب، ماشي، ولها بجد. فهنا عكس حاجه اسمها صعب اللي هو هارد، يبقى سهل اللي هو ايزي. الجمله اللي بعدها بتقول لك السينونيم، المرادف بتاع حاجه اسمها فورشينيت، اللي هي لحسن الحظ، يعني unfortunate اللي هي ايه؟ لسوء الحظ. بس ام سوري، هو عايز هنا ايه؟ هو مش عايز هنا مش عايز هنا عايز هنا المعنى بتاعها، مش عايز عكسها. فدي ما تنفعش، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع هنا هي lucky. ماشي، ام سوري، هتبقى lucky. الجمله اللي بعدها بتقول the fossils، ماشي، were preserved، ماشي، الحفريات اتحفظت بشكل جيد for further study، يعني هندرسها يعني النهارده. وهذا معناه ان they were a will، انها اتحفظت بشكل جيد، ماشي. فيحفظ او يبقى يعني keep، والماضي منها kept، دي جايه من sell sold، يبيع وباع، يقدم مقدمه، دي معناها اكتشف، ما تنفعش. many ancient، الكثير من الايه؟ الانشنت القديم. الكثير من الايه؟ القديم، ماشي. اتوجدت في منخفض الفيوم. these are bones، عبارة عن عظم الحيوانات. يبقى الإجابة هتبقى الحفريات اللي هي الفوسيلز. الباجز اللي هي الشنط، ماشي. اللي بعدها بعض الفوسيلز اكتشفوها في وادي الحيتان. measured، طولها 21 متر في الايه؟ في الطول. فالطول اللي هو length، دي معناها ايه؟ تكلفة، ماشي. ودي معناها العمق، ودي معناها يتذوق، او المذاق نفسه. اللي بعدها زي بيلد، هم بنوا ايه؟ علشان ورن، يحذروا او يرشدوا السفن. بنوا ايه؟ بنوا قلاع. بس قلاع، ام سوري، ده القلعه دي عشان يحمي المكان، فمش هتبقى قلعه. بنوا حاجه اسمها المناره لارشاد السفن، اللي هي اللايت هاوس. الجمله دي مهمه جدا. دي معناها الاسطبل بتاع الحيوانات، بتاع الاحصنه. ودي معناها التمثال، ما تنفعش. الجمله اللي بعدها بتقول لك the remains of animals، اللي هنا كده or plants that lived in the past، اللي كانوا عايشين في الماضي، بنسميهم ايه؟ الحاجة اللي كانت موجودة في الماضي بنسميها، أول حاجة عندك ال الاختيارات. stables دي معناها اسطبلات الحيوانات، ما تنفعش. خلاص. species، فصائل الحيوانات، ما تنفعش. depressions اللي هي المنخفضات، ما تنفعش. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع عندك هي الفوسيلز، اللي هي ايه؟ الحفريات. حفريات يعني مثلا حوت كان موجود ايام زمان وعدى عليه الزمن وخلاص واتحلل وما بقاش منه غير العظم بتاعه النهارده، فبقى خلاص بقى حفريات.
اللي بعدها قال لك something الحاجة اللي البيبول بيسافروا هنا كده in that's pull وبتجرها الهورس اللي هو الحصان. فأنا محتاج أقول اللي هي العربية تجرها الحصان اللي هي carriage. أما الكار العربية والفريل المعدية والتراكتور مش معانا. ماشي. قال لك بعدها نجيب محفوظ was a famous writer كان كاتب مشهور. عكس حاجة اسمها famous، عكس واحد مشهور يبقى مش مشهور. طيب نون معروف ما تنفعش، popular منتشر او ما تنفعش، unusual يعني غير عادي ملهاش علاقة، النون يعني غير معروف. اللي بعدها هنا كده هم استخدموا البريفكس اللي هي ايه عشان نجيب عكس حاجة اسمها kind، هتبقى unkind. اللي بعدها بتقول لك الساينتست اللي هم مين؟ اللي هم العلماء. found out يعني اكتشفوا. خلاص انا هقف لحد اكتشفوا هنا. found out هنا بتساوي ايه؟ يكتشف يعني discover، واكتشف يعني discovered. جملة رقم 18 بتقول ذا ايه بتاع المطعم بتاع مستر علي هو bought it last week، يبقى هو المالك بتاعه، فالمالك اللي هو الاونر. الكاشير بتاع الحسابات، الويتر اللي هو الجرسون، كاستمر اللي هو الزبون او العميل. رقم 19 بتقول كل السياح بيفضلوا هنا كده الايه؟ المواطنين بتوع المصريين القدماء، الحضاره المصريه قديمه. خلاص. فالانشنت هنا معناها قديم، يبقى very ايه؟ يبقى very old. يا expensive يعني غالي ما تنفعش، والنيو يعني ما تنفعش جديد، واميزنج يعني رائع ومدهش ما تنفعش. اللي بعدها بتقول لك كان بعدها الفعل في المصدر، كلهم مصدر صح. كان يو ايه مي بعض النصايح، عايز اقول يعطي نصيحة عن كيف ينبغي اللي احنا نعامل الحيوانات. طيب رقم 20 هتبقى give advice، يعطي النصيحة give advice. احنا حافظينها كده برضو في الايه؟ في الاكسبريشنز. نخش على حاجة اسمها القواعد. قبل ما نحل القواعد محتاج اقول لك ان المبني للمجهول بيبدأ الجملة بالمفعول زائد ام او از او ار زائد الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. خلصنا، يلا نحل على طول. قال لك هنا ماي ليتل براذر ده المفعول، ذا مستر ما ده فاعل. يا باشا ده انا عايز اقول لك اخويا الصغير اخذ للمستشفى، فاخذ للمستشفى ديت يبقى هو المبني للمجهول. بس استنى ده انا عندي yesterday، خلاص يبقى ده ماضي. نرجع تاني اقول لك فوق معلش، ده المبني للمجهول للمضارع، ده للمضارع. طيب لو انا عندي مبني للمجهول في الماضي نفس الكلام، مفعول برضو زائد was او were زائد الباست بارتيسيبل. يلا نحل. انا هنا كده بص، انا مش هحل لك على طول، انا هفهمك كل جمله. عندي حاجه اسمها yesterday في اذا دي ماضي تمام كده، وعندي اخويا الصغير اخذ بدل المفعول، مفعول بعد was او were. ادي was والتصريف التالت للفعل من take هتبقى ايه؟ هتبقى taken. طيب الجملة اللي بعدها قال لك who was، عندي was اهي was او where التصريف التالت للفعل. هنا كده who was the room cleaned، مين اللي ننظف الأوضة؟ يبقى الأوضة دي هي المفعول اللي وقع عليها الفعل، وأنا عندي was يبقى التصريف التالت للفعل من clean هتبقى cleaned ed. الجملة اللي بعدها بتقول لك هذه السكول اتبنت، هي اللي بنت ولا اتبنت؟ هي اللي اتبنت، يبقى ده مبني المجهول على طول، دي المفعول اهو. يبقى بعد was او were التصريف التالت للفعل، يبقى تبقى was built. الجملة اللي بعدها بتقول هذه الأشجار مالها؟ هذه الأشجار زرعت ولا اتزرعت؟ اتزرعت، وعشان الأشجار جمع فهقول هنا were ماشي planted، حط لها الاي دي. الجملة اللي بعدها بتقول who a the glass of this window، مين اللي كسر الإزاز بتاع الشباك؟ طيب مين اللي كسر الإزاز بتاع الشباك؟ يبقى أنا هنا كده أنا عندي أول حاجة ده سؤال خلاص، وهنا مبدئيا أنا مش عايز أقول مين اللي بيكسر، أنا عايز أقولها في الماضي، فالماضي من بريك هتبقى إيه؟ بروك. اللي بعدها قال لك ذا كايرو تاور برج القاهرة، هنا كده صمم بواسطة كذا كذا كذا. خلاص. لما يجيب لك في السؤال حاجة اسمها فيرب تو بي يبقى هو عايز منك 5 إجابات، واحدة من ال5 اللي هي am أو is أو are أو was أو were. عايز واحدة من ال5. بس هو برج القاهرة أصلا إن ذات سنة ماضية ده في الماضي، وبرج القاهرة مفرد، فهتبقى الإجابة إيه؟ أنا سمعتك وأنت بتقول واس. خلاص خلصنا. لو هتاخد سكرين شوت قدامك اهي. ندخل على الصفحة اللي بعدها. أول جملة بتقول we don't know how the stones for pyramids، مش عارفين الستونز اللي هي الأحجار بتاعت الأهرامات تم حملها إلى الجيزة، أو حملت اتشالت يعني. فالستونز دي مبني للمجهول.
خلاص، مبني للمجهول. فانا محتاج هنا كده عشان الستونز دي جمع، فانا محتاج الجمع اللي هو وير، والتصريف التالت للفعل من كاري هيبقى كارد، يبقى هي يبقى اقول وير كارد. اللي بعدها وين واز، عندي واز اهي، يبقى التصريف التالت للفعل من بور هيبقى بورن. اللي بعدها قايمة، دي مفرد خد بالك. السبع عجايب، انا ماليش دعوه بالسبع عجايب، انا ليا دعوه على ايه، القايمه دي مفرد ولا جامع. القايمه عشان اعلم عاملين الجمله دي غلط، القايمه دي مفرد، وعشان هي مفرد فهقول واز يا مستر، بس دي اس، انا مالي مال الاس، انا بتكلم عن القايمه، اقصد القايمه، يبقى واز والتصريف التالت للفعل ميد اهو، خلاص خلصناها. اللي بعدها المئات من الفوسيلز، من الحفريات، الحيتان القديمة، عايز اقول وجدت، هو مش دي جمع، جمع يا مستر، خلاص يبقى طالما يبين انها جمع يبقى انا محتاج حاجة اسمها وير. والتصريف التالت للفعل من حاجة اسمها find هتبقى ايه، هتبقى found. الجملة اللي بعدها بتقول this email اتبعت امبارح، هو اللي بعت ولا اتبعت، هو اللي اتبعت، يبقى مبني للمجهول، يبقى wasn't ليها مستر عشان عندي نوت ولكن فيها wasn't. والتصريف التالت للفعل من send ده هيبقى ايه، هيبقى sent. الجملة اللي بعدها the first Olympic games أول لعبة أولمبية، الأول الألعاب الأولمبية كانت ايه، عقدت يعني فين، عقدت. التصريف التالت للفعل من هنا كده من hold هتبقى held. البي سي دي معناها قبل الميلاد، تمام. قال لك بعدها سيد المسيح، قال لك بعدها ذا كارج بيلد، هنا كده بص انا عندي باي دي بتدل المبني للمجهول، ويسر دي في الماضي، فانا عايز المبني للمجهول في الماضي، وعندي الكارج اللي هي مفرد هتبقى واز. ممكن بكل بساطه اجيب الماضي من از هتبقى واز وخلاص وريحت دماغي. اللي بعدها انا عندي وين ذا جريت وول اوف تشاينا، ماشي، بيلت مبني للمجهول، وقلت لك من شويه لما اشوف بي يبقى انا عايز واز او وير. فالجريت وول ده مفرد ولا جامع، لا ده مفرد والله، يبقى هكتب حاجه اسمها واز. الجمله اللي بعدها بتقول هو واز ذا تاج، محل اللي هو موجود في الهند يعني، من اللي بناه، فانا عايز اقول بواسطه مين، مبني للمجهول باي، وانا هنا اقصد شخص، مبني للمجهول يتبعه باي. قال لك this house مفرد wasn't موجودة، التصريف التالت للفعل من repent هتبقى repented. خلصنا. قبل ما اكمل حل بس كده، لو ما عملتش اشتراك في القناة اعمل سبسكرايب في القناة تشجيع ليه اللي انا اكمل. يلا نخش على صفحة 43، واحدة واحدة معايا في الدايلوج. يلا انا عايزك تفهمه قبل ما تحله. اول حاجه انا بقرا عنوان الدايلوج، فالعنوان عندي بيقول ايه، بيقول رنا وسما بيتكلموا عن الستوري، عن قصه، بيتكلموا عن قصه. فرنا بتقول لسما what are you doing، بتعملي ايه يا سما، قالت لها I'm reading a story، انا بقرا قصه. حلو خالص. قالت لها انها بتتكلم عن والله عن هنا كده رابط telling a story بس بيتكلم عن كذا كذا كذا، يبقى انا عايز اقول هي بتتكلم عن ايه، ماذا تتكلم، ما هي هذه القصه، او ماذا اللي هي what. خدها من الإجابة بقى، خدها من الإجابة. What is it about؟ What is it about؟ وممكن ما أقولش it، ممكن أقول What is the story about، براحتك، ماشي. الجملة اللي بعدها بتقول لك no، يبقى عشان عندي no يبقى السؤال هنا بهل، أنا عايز أقول هنا هل. قال لك والله لا، ده الانيمالز الحيوانات مش بيتكلموا، بس دي قصة خيالية يعني، يبقى أنا عايز أقول هو الحيوانات بتتكلم، يبقى هنا كده أنا عندي هنا كانت، اثبتها فوق هقول كان. كان مين الفاعل، كان animals، كان animals. هل الحيوانات المصدر، عشان كان بعدها الفعل في المصدر، هل الانيمالز توك، بس وخلاص خلصت. قال لك بعدها did، هل الرابط ده بيعيش لوحده، يا اما يقول yes I did، يا اما يقول yes هنا كده yes it did عشان هو غير عاقل، يا اما يقول yes no it didn't، بس انا هنا معرفش. قال لك والله ده هنا له فاميلي، عايش مع فاميلي، يبقى الاجابه هتبقى ايه، هتبقى yes it did، yes it did. اللي قال لك بعدها هذا معناه ان هو عنده عائله. did، هل القصه نهايتها سعيده بتاعت الرابط، نهايه سعيده للارنب، فانا عايز اقول ايه، ام سوري، ده احنا فوق هنا هنقول لا، معلش، فوق هنقول نو، فوق هنا هنقول نو، عشان قال لك ده هو بيعيش مع عيله، يبقى نو it didn't. اللي بعدها السؤال اتسأل بيقول لك هل الستوري نهايتها حلوه قوي للرابط، فانا عايز اقول هنا نهايته حلوه للرابط yes it did.
قال لك اخر حاجه خالص ممكن اقول شور او يس اوف كورس. قال لك بعدها I think it's an exciting story، هذه قصه شيقه. كان يبرو ممكن استلف القصه دي منك، ممكن اقول كذا اجابه yes you can، او ممكن اقول شور، او ممكن اقول yes of course، عادي براحتك كل ده صح. surprised يعني متفاجئ، lazy يعني ارجل، old يعني قديم، were surprised يعني تفاجئ بس مبني للمجهول. south west، south يعني الجنوب، وويست اللي هو الشرق، الجنوب الغربي، الجنوب الغربي، ويست اللي هو الغرب. قال لك species اللي هي فصائل الحيوانات. يلا نحل. قال لك الفيوم، منخفض الفيوم يكون منطقة في الصحراء. ايه القاهرة في الجنوب الغربي للقاهرة، فأول واحدة هتبقى ساوث ويست. خلاص. طيب تاني واحدة قال لك ميني ancient fossils، الكثير من الانشنت fossils موجودة هنا في منخفض الفيوم. but لكن ال A of animal fossils، لكن ال A، لكن الفصائل الحيوانات، فصائل الحيوانات اللي هي species. خلاص يبقى species هي فصائل الحيوانات تكون حفريات رائعة للحيتان حفريات الحيتان. في وادي الحيتان يعني ال Valley of the Whales، المئات من الحفريات من الحيتان القديمة، ماشي، were found تم إيجادها بواسطة العلماء في سنة 1902. العلماء مالهم؟ ده فاعل، محتاج فعل، محتاج فعل. خلاص هنا كده عايز أقول إيه؟ هقول اتفاجئوا إن هم لقوا، ولا أنا عايز أقول والله هم اللي اتفاجئوا؟ خلاص يبقى الإجابة هتبقى were surprised. were عشان هم جمع، were surprised مبني للمجهول إن هم لقوا أو اكتشفوا الويلز ديت had إيه؟ had legs، عندها legs. نخش على تشوز. يلا قال لك معناها very far، بعيدة عن اللارج، عن المدن الكبيرة. يبقى هنا إيه هي اللي بعيدة عن المدن اللي اسمها دي؟ أنا عايز أقول معنى صح كده، عايز أقول بعيد، بعيد يعني ريموت. دي معناها محفوظ، ودي معناها خاص أو مميز، ودي معناها يشمل أو يضم أو الاشتمال أو الانضمام نفسه، ماشي. اللي بعدها محمد صلاح يكون popular footballer player، لاعب مشهور. عايز السينونيم بتاع popular يعني مشهور، مشهور. يبقى أنا عايز المرادف بتاعها، المرادف بتاعها هتبقى famous، ماشي. انا نسيت رقم 2. قال لك البيلدنج، المبنى اللي هورس بتنام فيه، فاللي هو الستيبل اللي هو ايه؟ الاسطبل بتاع الحيوانات. كيف يعني كهف، الجمله دي متكرره. هات يعني كوخ، فلات يعني شقه، الجمله دي متكرره بالحرف. اقلب يلا. الجمله اللي بعدها، احنا دلوقتي حاليا في صفحه كام عشان ما تتوهش مني؟ احنا دلوقتي في صفحه 44 44 معاصر 44. طيب قال لك اول حاجه هنا البليسز، الاماكن، ماشي، اللي على الخريطة التي تبدو قريبة بس هي في الحقيقة بعيدة. فكلمة ريموت يعني بعيد، كلمة ريموت اللي هي بعيد، عايز منها ايه؟ عايز معنى هيبقى بعيد يعني فار، شورت يعني قصير، جرين يعني بيئة او اخضر او صديق للبيئة يعني شاب. ما تنفعش، يبقى خلاص يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع هي هتبقى فار. الجملة اللي بعدها قال لك البيرفكس اللي هتجيب الاوبوزيت عكس هابي. هابي يعني مسرور، عكسها unhappy. اللي بعدها عمر يكون نايس، كويس او مع علي، بيتعامل معاه كويس يعني. هذا معناه ان هو بيعامله كويس. ويل يعني بشكل جاي. يعامل او يعالج يعني تريد، دي معناها يدرس او يذاكر، دي معناها يتجاهل، دي معناها يفاجئ. اللي بعدها بتقول لك اور سكول، مدرستنا اتبنت في سنة 1995. اذا ده ماضي مبني للمجهول عشان المدرسة دي المفعول، بعدها ووز او التصريف التالت للفعل في الإجابة هتبقى واز، والتصريفات للفعل من بيلد هتبقى بيلت. اللي بعدها الثاوزند، الآلاف من الأسماك. الجمع على مفرد، يا مستر ده سمك يعني فيش، ما أنا عندي يا باشا الآلاف، يبقى إذن هي جامع. الجمع هياخد، وخد بالك استردد في الماضي، والسمك مبني للمجهول ده عشان ده المفعول، يبقى الإجابة هتبقى وير، والتصريف بتاعت الفعل من كاتش هتبقى إيه؟ هتبقى كوت، GHT. اللي بعدها قال لك ذا ليترز، هنا كده ديليفرد. مبدئيا انا عندي باي وعندي شخص مبني للمجهول، اجودي في الماضي، يبقى انا هنا عايز اسال هنا مبني للمجهول، هسال بوير للجمع. ليه يا مستر؟ عشان دي جمع اهي، يبقى اكتب هنا وير. الجمله اللي بعدها السيتي، مدينه البتراء، واز بعد التصريف التالت للفعل من نيم هتبقى نيم، حط لها بس دي بعد الاي وخلاص. الجمله اللي بعدها قال لك هو، تاج محل بيلت، بيلت تصريف التالت للفعل اهو، وتاج محل مفرد فياخد واز. طبعا انت مستني احل لك الباراجراف، فهو ده الناقص بجد، انا ناقص احل لك الباراجراف. طبعا عشان ما اطولش عليك في الفيديو تلت ساعه اهوت. لو ما عملتش اشتراك في القناه اعمل اشتراك في القناه علشان خاطر، او اعمل لايك، اعمل كومنت از يو لايك يعني،
عشان خاطر هتشجع ان انا اكمل معاك لاخر الكتاب. الكتاب طويل وعندنا شهر رمضان وعندنا سنين كتير جدا ومراحل كتير جدا، فشجعني حتى باللايك او الكومنت، الكلام ده بيفرحني جدا. اشوفكم على خير، جود باي.